بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ احنا طلعنا رحله بقى اسكندريه كده، وحبيت ان انا اشارككم معايا يومياتي في اسكندريه. انا طبعا ما حدش رضي يطلع معانا من الولاد، فطلعنا انا وعمر لوحدينا. فانا قلت بقى لا، انا مش هضيع بقى فرصه، انا احاول اعمل اي حاجه تسلى. فقلت اشارككم معايا يومياتي في اسكندريه، يعني رحلتي يعني. ويا رب كده تكون الاجازه كلها سعيده على الكل بقى، وكله يخرج وكله يتفسح كده ويفسح ولاده. فطبعا قامت في دماغنا، احنا بقالنا كتير قوي ما رحناش مصيف يعني. فقلنا بقى يلا، بقالنا سنتين ما طلعناش يعني، فقلنا بقى فرصه بقى نطلع. اتخنقنا بقى بصراحه. وطبعا وصلنا كده رحلتنا، طبعا بنفتح باب الشقه كله تراب زي ما انتم شايفين كده بقى. بقالنا سنتين طبعا ما جيناش، فنشوف مهازل جوه يعني. طبعا دخلنا كده، وشاليه اوضه وصاله كده صغير مش كبير يعني. طبعا متطرب بقى زي ما انتم شايفين كده، بقالنا سنتين ما عملناش حاجه ولا جيناش. هنشوف مع بعض دلوقتي بقى، هننضف بقى. وكان عمر ناوي ينزل البحر، يلا يا ماما. فانا قلت له لا، ما ينفعش ننزل البحر ونسيب الشقه بالطريقه دي يعني. لازم طبعا ايه ننضف الاول، وبعدين ايه ننزل طبعا. تمام، زي ما اوريكم كده بقى. طبعا هو شاليه اوضه وصاله. طبعا انا يوم ما خدت الشاليه كان من 15 سنه يعني. كان في يعني اكبر مساحه اكبر وكده، بس احنا فضلنا ان احنا ناخد حاجه صغيره، وان احنا ناخد روف، ناخدها بالروف يعني. فخدنا الروف بتاعنا والروف بتاع الشقه اللي جنبنا، على سبيل ان احنا نبني فوق 2 شاليه يعني. بس ربنا يعني ما قدرش ان احنا نبني. وانا الشاليه الروف بتاعي فوق ما شاء الله ملعب كوره يعني. المستقبل بتاع القاهره خلانا نعجز ان احنا نعمل مستقبل بصراحه، ونكمل اللي احنا كنا عايزين نعمله. طبعا انا هنا كده ايه، بغسل السجاد زي ما انتم شايفين. طبعا لازم انضف طبعا الدنيا قبل ما اقعد ما ينفعش نقعد على التراب. فزي ما انتم شايفين كده انا غسلت السجاد وهنا عمر طبعا لازم اجر ورا الحاجه، لازم انضف ورا الحاجه كويس. لان ساعات بيبقى في حاجات مش كويسه بتمشي بقى كده يعني، ايه طالما مش موجودين في المكان. فبنخاف بصراحه، قلنا ايه ننضف كويس ورا الحاجه يعني زي ما انتم شايفين كده. وطبعا بقى النهارده طبعا هننضف ونصبن كده، وبكره نفرش كده. احنا سيبنا الدنيا بعد ما مسحنا بقى ونضفنا المكان خالص. حبينا ننزل نروح البحر شويه. طبعا بالعماره بتاعتنا صورتها من بره وريتها لكم. وده طريق البحر. احنا زمان، هو انا الشاليه بعيد عن البحر كتير قوي. كنا زمان واخدين الشقه دي، كان ليها خدمات يعني، كان فيها امن وكان في طفطف او قطر كده بيوصلنا لحد البلاج. وكان ندخل البلاج، كان في خدمات وشماسي، وكان في ترابيزات وكراسي وكده. وكنا نخش كمان ايه، كان فرشين الارض نجيله خضراء. كناش نمشي على الرمله، كنا بنمشي على النجيله لحد ما نوصل البلاج. وكنا بنقعد، وكان بقى في اوفيس، ونطلب شاي نطلب قهوه اي حاجه. كل ده على حساب الخدمات بتاعت ال- الحي يعني اللي احنا قاعدين فيه. تمام. بس طبعا كل ده اتلغى بقى، وزي ما انتم شايفين كده انا جيت العماره لقيت النور قاطع والاسانسير بايظ، واتبهدلت قبل ما طلعنا السلم. احنا في اخر دور، الحمد لله يعني. المهم ان احنا بقى كده ايه ماشيين في الطريق، زي ما شفت الخضره جميله في الطريق كده زي ما انتم شايفين. الزراعه وكل بيوت زرع قدامها زي ما انتم شايفين كده. تمام. المكان حلو قوي. طبعا المكان ده اسمه النخيل، يعني كلكم عارفين النخيل. في منطقة اسمها 6 اكتوبر في اسكندرية وكده. طبعا بقى ان احنا ايه كده قعدنا على البلاج، جينا ساعة الغروب زي ما انتم شايفين منظر البحر حلو جدا. بس كان النهاردة زحمة قوي عشان خاطر لاني النهاردة الجمعة. فاحنا قعدنا شوية كده انا وعمر، واول ما الجو غيم مشينا. طبعا كان يومنا بقى النهارده ده اللي احنا قضيناه، وكان يوم مرهق جدا يعني. وصممنا برضه ان احنا ننزل البحر. فالنهارده تاني يوم. طبعا امبارح كنا بنصبن الشقه وكده. والنهارده طبعا المفروشات والسجاد نشف، وببتدي طبعا افرشهم كده زي ما انتم شايفين. وخلينا المكان زي الفل. وهنبتدي طبعا بقى ان احنا ننزل البحر.
وطبعا كده خارجين بقى رايحين على البحر كالعادة. انا بحب انزل اخر النهار وقت الغروب، طبعا عمر بيبقى هيتجنن عايز ينزل من الصبح طبعا، وانا بقعد بقى ايه يعني اتدلع او اتلكع كده عشان خاطر ايه اخره شوية لما الشمس تمشي، عشان طبعا الحر بقى والشمس وكده، يعني ما نسمرش يعني. كانت ليا مرات خالي يعني كانت تقول ايه انتوا بتروحوا، نقول لها يا مرات خالي مش هتيجي معانا المصيف، فتقول لنا انتوا بتروحوا تشتروا السمار بفلوس، يعني احنا بنشتري السمار بفلوس يعني. فبتقول يعني كنتوا بتاخدوا الفلوس تصرفوها هناك وتخلصوها وتيجوا، طبعا صوت برابرة خالص. وليها قصة جميلة قوي مرات خالي دي، يعني احب بقى طب بما اننا ماشيين والطريق طويل ادردش معاكم كده. كانت مرات خالي دي معاها 7 بنات يعني، فكان خالي كل ما يجي بنت يقول ايه المرة الجاية بقى يجي ولد، لحد ما جابت 4 بنات. وبعدين جت في الحمل الخامس بقى ايه، في لحظة الولادة بقى يعني ايه جايين الدكتور بيقول له ولد ولا بنت، قالوا ولا ولد ولا بنت. طب امال ايه، قالوا توأم بنات. فطبعا ايه بقى معاه 6 بنات. جت حمل التاني ففي المرة السابعة فجابت بنت برضه فسميتها رضا، وقالوا الحمد لله رضا على كده، بعد ما جابت 7 بنات مش في دماغها بقى انها يعني ايه تخلف تاني، لحد ما جاب بقى ايه حمل التاني بالغلط، وراحت بقى تعمل يعني انها تجهد البيبي وعملت حاجات كتير عشان تنزله. وسبحان الله قدر ربنا ان هي تخش اوضه العمليات وفي الاخر تجيب ولد، فبقى جابت ولد على 7 بنات. فحكمة ربنا يعني ايه كبيرة وعظيمة قوي. الولد دلوقتي سند لاخواته بعد طبعا ما باباه توفى، فهو سند لاخواته يعني. وطبعا زي ما انتوا شايفين احنا كده وصلنا البلاج يعني الشط. المنظر الغروب زي ما انتوا شايفين حلو جدا. انا استنيت اللحظة دي ان انا اصورها. بصوا الموجة بيضة كده وجميلة جدا واخدة بياض التلج، فكان منظر حلو قوي قوي يعني. كنت مستمتعة جدا بيه النهاردة وانا قاعدة زي ما انتوا شايفين، يعني سبحان الخلاق يعني. يعني الواحد يقعد كده ويتفكر في خلق الكون كده. بحب اللحظة دي جدا جدا، وبحب صوت الأمواج طبعا اما يكون الجو هادي ومفيش حد بيتكلم والجو مفيش ناس بشر يعني موجودين، فصوت الموج بيبقى صوته حلو كده، مع في كده صدى صوت كده معاه، وبيبقى يعني منظر روعة بصراحة، مع شكل الموجة البيضة دي البياض بتاع التلج ده. فبص منظر بقى الشمس وهي بتنزل في البحر كده، يعني منظر بصراحة جميل جدا يعني. وده كان يومنا النهاردة. وطبعا انا عملت النهاردة اكلة معاكم كفتة داوود باشا، بس هنزلها طبعا في فيديو تاني بقى عشان الفيديو ده طويل معانا يعني، فان شاء الله انزلها لكم بكرة الظهر كده باذن الله. بس النهارده بقى اليوم التالت في المصيف بتاعنا، فاحنا النهارده صحينا بدري، عمر صمم يوديني بدري البحر يعني، فنزلنا بقى وكده وانا مستحلفه له طبعا. وزي ما انتم شايفين بقى طبعا مصور المناظر الجميله على البحر. آه والعماير المرتفعه جميله جدا، ابراج يعني وشاليهات، فشكلهم روعة بصراحة. وانا عايزة اقول لكم ان اكتشفت حاجة النهاردة يعني للأسف، لقيت الفيلاج بتاع المنتجع بتاعنا اللي هو شاطئ النخيل، وده خاص بالمنتجع بتاعنا وانا ما كنتش عارفة، وده بندخل بالكارنيه ببلاش يعني. وطبعا انا بقالي 3 ايام بدفع في فلوس على البحر، فطبعا اتضايقت لان كمان سبت الكارنيه في مصر ما جبتوش معايا، لان البلاج كان قافل بقاله 2 سنين يعني، كان الخاصية دي كانت ملغية يعني. فزعلت قوي يعني النهارده بصراحة ان انا ما جبتش الكارنيه معايا وكده. وزي ما انتم شايفين طبعا البحر الصبح جميل جدا مع الشمس. النهارده انا انتقمت من عمر بصراحة. سبته كل ما يقول لي يلا نروح اقول له لا قاعدين شوية كمان، لما قعد 5 ساعات في البحر. عايزه اقول لكم لحد دلوقتي لسه نايم من ساعه ما رجعنا من الميه، يعني احنا نزلنا 8 الصبح وراجعين ايه حوالي 3 كده، ومن ساعتها هو يعني دوبك كل اللقمه ونام. طبعا ده كان يومنا النهارده على البحر، وكان بصراحه البحر ممتع جدا الصبح، رغم ان احنا يعني سودينا واتحمشنا زي ما بيقولوا، بس الصراحه هو لذيذ جدا الصبح بدري.
بس طبعا مش هكرر الموضوع ده تاني، انا ما بحبش انزل الصبح يعني. وزي ما انتم شايفين كده البحر جميل جدا ما شاء الله. وده كان يومنا النهارده حبيت اصور اخر يوم معاكم بقى في المصيف. طبعا احنا قبل ما بنمشي طبعا بنغسل حاجاتنا وفرشينا عشان نفرش ونضيف. فحبيت اوريكم الروف بتاعي كده فوق. احنا كده طلعنا وخدنا الغسيل عشان ننشره. وزي ما انتم شايفين الروف جميل جدا واسع جدا. طبعا احنا كان حلمنا ان احنا نبني هنا شاليه كبير بقى فوق، بس ربنا ما قدرش زي ما قلت لكم. طبعا الركن ده احنا عاملين المطبخ، بنحب نشوي مشويات، نطلع على السطح بقى او الروف كده نشوي وكده ونقعد بقى ونعمل قعده جميله. طبعا احنا هنا كده نشرنا الغسيل زي ما انتم شايفين ما شاء الله. السطح حلو قوي يعني، بصراحه ما كنتش عايزه امشي بس الظروف بقى اللي حكمت. زي ما انتم شايفين طبعا من فوق المنظر حلو جدا. طبعا احنا رحنا البحر واحنا اخترنا ان احنا نروح الصبح عشان نبقى فايقين ان احنا نسافر تاني يوم. ففضلنا ان احنا ننزل بدري يعني. وزي ما انتم شايفين طبعا احنا بنصور المناظر الجميلة واحنا ماشيين. عمر بقى يقول لي كل يوم بتصوري يا ماما كل يوم هو المنظر؟ تقول لا هو مش هو والله، انا كل يوم بنقي حاجة كده معينة وبصورها يعني. نحب كده نشوف المناظر الجميلة دي كده يعني، نتفكر في خلق الله سبحانه وتعالى. زي ما انتم شايفين كده المنظر جميل، خضرة جميلة جدا والجو جميل قوي قوي يعني. والله الواحد متضايق ان هو هيمشي بس غصب عنه بقى يعني ايه، الظروف حكمت. انا كان نفسي اقعد يوم الجمعة بس ولادي في مصر بقى مستكتين احنا عايزينك يا ماما وكده، مقدرش اقعدوا من غيري. فاضطريت اخد عمر وانزل. زي ما انتم شايفين كده احنا رايحين طريق البحر، وانا بصور لكم العماير اللي هي بره على البلاج. زي ما انتم شايفين كده مناظر جميلة جدا يعني ما شاء الله. هنفتقد الجو الجميل ده. انا كنت زمان بقعد الصيف كله وولادي صغيرين، بس طبعا الواحد لما كبر بقى المسؤوليات والحاجات دي خلت الواحد طبعا ما يقعدش اكتر من اسبوع او 5 ايام. طبعا القهوة بتاعتنا الصبح بدري مع الجو الجميل ده بيبقى لها طعم تاني يعني. شربنا طبعا القهوة بتاعتنا، وعمر كان حابب ان هو يركب البيجي باجي. فما يا ماما تعالي اركبي معايا، فاضطريت بقى اركب معاه، كنت خايفة عليه يعني. زي ما هنشوف دلوقتي مع بعض. الواحد كان مرعوب يعني. كان جو ممتع جدا واحنا ماشيين على البحر كده، وكان ما شاء الله يعني. وعمر كان فرحان قوي، بس كنا زعلانين في نفس الوقت ان احنا هنمشي النهارده يعني، هنمشي بكره قصدي. شكل البحر تحفة جدا. طبعا احنا هنودع البحر بقى. وكانت رحلة جميلة جدا. عقبالكم كده تطلعوا بولادكم كده وتفسحوهم وتستمتعوا بقى بالأجواء الصيفية إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة